المصرية دخلت مرحلة الجد في البطولات الأفريقية. الأهلي سافر النهاردة إلى المغرب استعدادا لمباراة الجيش الملكي الجولة الثانية في دوري أبطال أفريقيا. كمان الزمالك هيسافر لجنوب أفريقيا عشان يلاعب كايزر تشيف في الكونفدرالية. وبيراميدز هيسافر النهاردة كمان عشان يلاعب باور ديناموز الزامبي. والمصري يسافر عشان يلاعب زيسكو بطل زامبيا. يوم الجمعة هيبقى في مباراة الأهلي والمصري هيلعبوا، وبعدها الزمالك وبيراميدز يوم السبت إن شاء الله. طيب عندنا أخبار مهمة، نشوف العناوين الأول. مين المسؤول عن كارثة يانيك فيريرا في الزمالك؟ مين؟ أزمة التجديد لديانج في الأهلي محلك سر. آخر أمل للزمالك شركة الكرة هي طوق النجاة. لو بصيتوا كده العناوين، لكن ضيوفنا الأول معتمد جمال، عمارة، كوسة، سامح حسني، وهاني عصام بقى نعرف منه أخبار الزمالك واللي بيحصل في الزمالك. لو بصيتوا للعناوين كلها أخبار قديمة قلناها في الحلقات اللي فاتت، ودي عادة برنامجنا، بنقول الأخبار وبنسيبها تعيش وترقي نفسها لحد ما توصل تبقى متصدرة العناوين. لكن في البداية كان هناك جلسة حاسمة فاصلة ما بين وزير الشباب والرياضة هاني أبو ريدة وحسام حسن، وصلت حتى الفجر. جلسة ثلاثية ساخنة، طبعا كان فيها حاجات كتير جدا ما ينفعش نقولها، لكن النتيجة هو الدعم الكامل للكابتن حسام حسن ومنتخب مصر. والمهندس هاني أبو ريدة يعني دعم بشكل كبير للأمانة كابتن حسام، وقال له أنا في ظهرك وبدعمك، وأي حاجة بتسمعها مش مظبوطة بالعكس تماما، عايزك تستمر وعايزك تكون في المنتخب. نفس الكلام قاله وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي. طيب لماذا هذه الجلسة؟ شفتوا كان في لغط كتير. طيب خلاص داخلين على كأس الأمم ومحتاجين تكاتف الجميع ومنتخب مصر